السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً هاماً ومثيراً على نظيره استقلال دوشنبي الطاجيكي بنتيجة من 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأول بارك في بطولة دوري أبطال آسيا. وتحدث المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة النصر عن كواليس المواجهة. وتابع: انتصارين متتالية في دوري أبطال آسيا، ولكن للآن لم نحقق شيء، ولكن نحن في الطريق الصحيح. ويواصل: بالشوط الثاني لعبنا على الأطراف بشكل كبير، وقلت للاعبين بين الشوطين: إن استمرينا باللعب كما أنهينا الشوط الأول سننتصر باللقاء. ويكمل: نحن عملنا كثير وما نراه بالملعب ثمرة عملنا، وليس كافي أن يكون لديك لاعبين على مستوى عال أن تنتصر باللقاء، والعمل هو القاعدة الأساسية في طريقنا.